وقبل أن أنتهي من خطابي، وددت لو عانقت في قبلة واحدة كل فرد من أفراد الشعوب التي شاركتنا في مسيرتنا. وإنني أتوجه هنا إلى رؤساء وفودهم لأقول لهم إن المغرب بر يعترف بالجميل ولا ينسى الجميل ولن ينسى الجميل. وإنه إذا أنتم يوما ما كنتم في حاجة إلى مغربي ستجدون 3، وإلى 100 ستجدون 1000، وإلى نصف الشعب ستجدون الشعب كله. فإنني أرجوكم أصحاب السعادة أن تبلغوا إلى أصحاب الجلالة والفخامة، الملوك والرؤساء الذين عانقونا في مسيرتنا وشاركونا في سرائنا وضرائنا، أن تبلغوهم أحر عبارة التقدير والامتنان، ذلك الامتنان الذي ينصع هامتهم وهامتنا، لأن تلك الهامة المنصعة سوف تكون علامة أخرى في طريق التعايش بين الشعوب وبين الأمم مهما بعدت الدار وشتى المزار. شعبي العزيز، لنسير إذن في منعطفنا الجديد على بركة الله، ونفوض أمرنا بعد التخطيط والتنظيم والتدبير، ونفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يعودنا إلى الخير. ولنقل جميعا من كتابه العزيز: ربنا إليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا وإليك المصير، إنك مجيب الدعاء وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله.
بجبارة التقدير والامتنان، ذلك الامتنان الذي ينصع هامتهم وهامتنا، لأن تلك الهامة المنصعة سوف تكون علامة أخرى في طريق التعايش بين الشعوب وبين الأمم مهما بعدت الدار وشتى المزار. شعبي العزيز، لنسير إذن في منعطفنا الجديد على بركة الله، ولنفوض أمرنا بعد التخطيط والتنظيم والتدبير، ولنفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يعودنا إلى الخير. ولنقل جميعا من كتابه العزيز: ربنا إليك أنبنا، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، إنك مجيب الدعاء وبالاستجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله. وقبل أن أنتهي من خطابي، وددت لو عانقت في قبلة واحدة كل فرد من أفراد الشعوب التي شاركتنا في مسيرتنا. وإنني أتوجه هنا إلى رؤساء وفودهم لأقول لهم: إن المغرب بر يعترف بالجميل ولا ينسى الجميل ولن ينسى الجميل. وإنه إذا أنتم يوما ما كنتم في حاجة إلى مغربي ستجدون 3، وإلى 100 ستجدون 1000، وإلى نصف الشعب ستجدون الشعب كله. فإنني أرجوكم أصحاب السعادة أن تبلغوا إلى أصحاب الجلالة والفخامة، الملوك والرؤساء الذين عانقونا في مسيرتنا وشاركونا في سرائنا وضرائنا، أن تبلغوهم أحر